لو انت عاوز تفتح محل خضار وفاكهة بأقل التكلفة، ففي فيديو النهاردة انا جايب لك فكرة ممتازة تقدر تفتح بيها مشروع خضار وفاكهة في اي بلد عربي. فكرة النهاردة واحدة من الافكار الجميلة اللي تقدر تفتح بيها مشروع خضار وفاكهة بأقل التكلفة. خليني اوريكم الفكرة عاملة ازاي في كازاخستان وممكن تقدر تطبقها في بلدك. بصوا يا جماعة، ده محل خضار وفاكهة. من هنا خضار ومن الناحية التانية فاكهة. المحل عبارة عن عرض 2 متر أو أقل من 2 متر في مساحة نص متر. بصوا يا جماعة، يعني مساحة نص متر بس من جوه زي ما انتم شايفين. عرض الحاجات واخد الحاجات بتاعته. يعني انت ممكن تعمل الفكرة دي حتى على مثلا مساحة صغيرة جدا، في مساحة مثلا سوق او حاجة زي كده. لو انت بصيت كده مثلا من هنا كده هتلاقي ان الارفف منظمة جدا وفيها كل حاجة وبشكل شيك. وهوريكم برضو من الناحية التانية عامل ازاي على موضوع الفاكهة. لما تبص على المساحة بالظبط نص متر، العرض من جوه نص متر، عرض المحل كله على بعضه ما يجيبش 2 متر. بص كده من فوق هنا ما يجيبش 2 متر المحل. ادي المحل. يعني انت تقدر تعمل حركه زي كده داخل مثلا على مثلا سور او حاجه او سور بيت او اي حاجه وبطريقه شيك وما تضرش الطريق. لما تبص من هنا كده مفيش اي حاجه، الطريق زي ما هو مفيش اي حاجه، وبالعكس الحاجه منظمه وشكلها شيك. وخليني اوريكم برضو محل الفاكهه عامل ازاي من هنا. بصوا يا جماعه، ده محل الفاكهه اللي انا قلت لكم عليه. فيه 2 شباب زي العسل. لما تبصوا كده على محل الفاكهه بصوا، ده عرض المحل بالظبط ما يجيبش متر ونص، هنقول مترين. وبصوا من هنا كده العرض من جوه ما نص متر، يعني هو واقف في نص متر. بص مرتب الحاجه ازاي، من فوق عصاير ومن تحت الفواكه كلها، وعارضها باسلوب شيك جدا. وزي ما انتم شايفين المحل كله على بعض، ده المحل يعني حاجه محترمه.